بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ليلة كروية وعرس كروي قدم النادي الأهلي ملحمة كروية فاز فيها فوزا عريقا لم يتوقع على النادي الكنغولي مازيمبي الذي فاز من قبل على ناديين الزمالك وبيراميدز بثلاثية نظيفة. الحمد لله الحمد لله، انتصرنا ليكم يا زملكاوية وانتصرنا ليك يا بيراميدز. وارفع رأسك فوق، انت مصري، ارفع رأسك فوق، اخوك الاهلي في الخدمة، ارفع رأسك فوق، ما تخافوش وراكم رجالة. الاهلي نصره الفار نصرا بينا، لان فريق مازيمبي احرز هدف لو ما كانش فينا حد يكتشف ان الهدف في خطأ اصلا، لولا ميرا الحكمة الكينية اللي استدعت حكم الملعب ليشاهد اللعبة من أولها، واكتشف أن اللعبة أساسها لمسة يد تسبق الكروس الذي يحرز منه الضربة الرأسية بهدف. ومن هنا اشتعل حماس الأهلي ولاعيبته، ومن هنا اشتد عدد الأهلوية ليثأروا، وقامت الجماهير الغفيرة الجماهير المخلصة لناديها بالتشجيع والتسديد والوقوف وراء لاعبيهم وتحفيزهم على الفوز واللعب، حتى أن أجرى السويسري مارسيل كولر تغييراته الحكيمة. نزول الباشا الزعيم قلب الأسد الثاني وحبيب الأهلوية بعد عداوة إمام الموهوبين، نزل فأشعل الملعب لعبا وأشعله مزمارا وأشعله ألحانا كروية، حتى أن معلول صاحب أكبر وأسرع دليفري أرسل كرة على رأس عبد المنعم القنبلة الموقوتة فأحرز بها الهدف. ومن ثم أرسل هدية أخرى إلى بسام أبو علي اللاعب الفريد الجميل، كرة أتت أمامه ليتخطى بها خط الدفاع ويحرز هدفا لم يحرز من قبل بهذه الطريقة إلا من قدم أبو تريكة طيب الذكر. البطل والأسد الجسور وقلب الأسد النابض والقوي والرجل الكريم الذي أكرمه الله بجون وهدف أحرزه في الدقيقة الأخيرة تكليلا لجهوده وفضلا من الله عز وجل. أكرم توفيق اللي كان رجل المباراة الأول والأخير، اللي كان الدينامو الذي كان يشعل المباراة ويشعل لعيبة الأهلي، الدينامو الموزع، خط الدفاع القوي الذي أنقذ الأهلي من هدف أكيد من على خط المرمى، وكان يجول ويصول في الملعب ويجري يسارا ويجري يمينا ويقطع ويوصل ويرسل. أكرمه الله بهدفا تكليلا لجهوده واستحق أن يكون رجل المباراة الأول. بهذا الفوز ضمن الأهلي وصوله إلى المباراة النهائية ليضرب موعدا مع الترجي التونسي الذي فاز على صن داونز على أرض جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء، ليكون حاصل نتيجة المباراتين 2-0 لأخواننا التوانسة جماهير ولاعيبة ونادي الترجي التونسي، لتكون المباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو والعودة في القاهرة يوم 25 مايو. نتمنى للأهلي الفوز، نتمنى للأهلي الانتصار، نتمنى من الجماهير تدعم النادي، نتمنى من الأمن أن يدخل الجماهير إلى الاستاد بغضارة وكثرة. وبارك الله لنا في الأهلي وبارك في الأهلي لنا. اللهم لك الحمد على نعمة الأهلي. إن الأهلي هو صاحب الفرحة الأولى والأخيرة في مصر، هو صاحب الانتصارات، هو صاحب القيم. الأهلي هو نادي القرن، هو النادي الأفريقي الأول، هو النادي العربي الأول، هو النادي العالمي الأول. الأهلي هو مصدر
الفرحة الوحيد للجماهير العربية. حتى في فلسطين وفي غزة رغم الحروب ورغم القتال ورغم الحصار ورغم الجوع ورغم التهجير لم يشغلهم هذا على أن يشاهدوا مباراة الأهلي، وكانوا وراءه مشجعين مهللين بانتصاره متمنين له أن يفوز بالبطولة في الآخر. بارك الله لي ولكم. أرجو كل من استمع هذا الفيديو أن يعمل شير وسبسكرايب وأن يترك لي تعليقا مشكورا. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. وبارك لي ولكم في الأهلي، وبارك لي ولكم في مصر، وبارك لي ولكم في بطولات الأهلي وأفراح الأهلي وانتصارات الأهلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.